من الأمور المفقودة في إدارتنا، مما يجعل الدولة تعيد بناء الطرق والمنشآت كل فترة من البداية، مما يتسبب في إهدار الكثير من الموارد. السيد الوزير، بما أنكم ركزتم على التكوين المهني في برنامجكم، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية البلدان وتشغيل الشباب، فإننا نقترح اعتماد ممارسة المهن الحرة عن طريق الرخص ليسانس للحد من احتكار الأجانب للعمل. كما نطالب أن يشمل برنامج الرخص سائق التاكسي والباعة المتجولون وعمال البناء، وأن لا تمنح الرخصة إلا بعد التأكد من معرفة المستفيد للمهنة المرخصة، من أجل المحافظة على ممتلكات المواطنين وحصر المهنة في أصحابها لتحسين الخدمات ومكافحة البطالة بين الشباب. سيد الوزير الأول، إن العمال غير الدائمين والذين قطعت الدولة شوطا كبيرا في حل قضيتهم ما زالت تؤرقهم بعض الأمور التي لم يتم حلها، لذلك نلتمس منكم دراسة وضعيتهم. كما نطالب بإدماج عمال دكاكين أمل وإعطائهم الأولوية في التشغيل ومراعاة ظروفهم الاجتماعية. سيد الوزير، إن بيع أدوية الهلوسة والأعصاب والتي تعتبر من المحرمات في جميع البلدان تشهد التسيب وعدم الرقابة على الصيدليات، مما تسبب في انتشار الإدمان بين شبابنا، لذلك نرجو من الحكومة النظر في هذه القضية ومعالجتها. كما نطالب بتنظيم الأسواق والمطاعم الليلية وتحديد النقاط التي تبقى مفتوحة بعد منتصف الليل حسب المناطق لتسهيل تأمين المواطنين. كما نطالب بتحريم عرض البضائع أمام واجهات المحلات التجارية، مما يشوه المظهر العام للمدينة. السيد الوزير، إن عصرانة نواكشوط التي هي من صلب برنامجكم لا يمكن أن تبدأ قبل القضاء على الأعرشة المنتشرة على الشوارع وأمام البيوت في وسط الأحياء الراقية من المدينة، فهذه المسألة من الأسباب الرئيسية في الإحساس بالتراتبية وتسبب العقد للأطفال وتهدد السلم الاجتماعي وتسلب المدينة طابع النظام، ولا تشجع الاستثمار. وعلى حكومتكم أن تبحث عن حل نهائي لهذه القضية، وعليها أن تصدر قوانين مجرمة للظاهرة، وأن تراعي ظروف المواطنين، وأن تمنحهم قطعا أرضية ومساعدات اجتماعية، وأن تفرض ضريبة على كل مالك لأرض يسمح باستقلالها بطريقة غير نظامية، وأن يفرض على الملاك بناء أماكن ملائمة للحراس. كما نطالبكم بفرض الشركة المسؤولة عن تنظيف نواكشوط على تحسين خدماتها وحث المواطنين على المساهمة في ذلك بالأعمال التطوعية والتوعية والخدمة المدنية. السيد الوزير، بما أن السياسة هي المحرك الأساسي للتنمية والأمن والاستقرار، فإننا من خلالكم وباسم أغلبيتنا الرئاسية نطالب جميع المهتمين بالشأن العام من مثقفين وفاعلين ومؤثرين أحزابا سياسية ومستقلين أن يساهموا كل من موقعه في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية لنقاش وحلحلة المشاكل الوطنية الكبرى، من أجل النهوض بالبلد وتجاوز القضايا الخلافية والتمسك بالقضايا الإجماعية وحل خلافاتنا بدل تعميقها. وخاصة أن رئيس الجمهورية أشار في ودان وأكد في جول وطالب في الشنقيط ووضح في خطاب الاستقلال أن البلد لن يتقدم إلا بتجاوز الخلافات وترك ما هو تكتيكي من أجل ما هو استراتيجي. لذلك فإننا نطالب جميع الفاعلين في انتهاز فرصة وجود رئيس منفتح على الجميع وحكومة فعالة وتكنوقراطية في أغلبها لنعبر بالبلد إلى بر الأمان. وأخيرا نحييكم ونعول على عزيمتكم وعزيمة حكومتكم، ونقدر حجم التحديات والعراقيل، ونقول لكم: ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. شكرا. فريق الاتحاد من أجل الديمقراطية.